استنكر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما قام به اليوتيوبر المغربي إلياس المالكي في أحد اللايفات التي يقوم بنشرها على قناته بموقع يوتيوب، وذلك بعدما استهزأ بأحد الآيات في القرآن الكريم. وأكد النشطاء أن ما قام به إلياس المالكي يجب ألا يمر مرور الكرام، خصوصا وأنه قام بالاستهزاء بالقرآن الكريم من أجل إضحاك متابعيه. وقال أحد النشطاء: أن تكون مؤثرا أو كوميديا عندما تقوم بتحريف القرآن أو تضحك على الدين فإنك تصبح عدوي. وأشار النشطاء: إلياس المالكي عيب القرآن، ومن بعد يجي شي واحد ويقول لك انت كاع ما فهم الكونسيبت. فاش كتوصل بك تبقى تخربق في القرآن؟ راه صافي وصلتي لواحد الثرى والبسالة، وهذا الشيء ما بقاش ديال الضحك. وتابع النشطاء أن إلياس المالكي بحالو بحال عدد من اليوتيوبرز فاش كيوصل لواحد الدرجة ديال الشهرة كيسحاب راسو أي حاجة دارها راها ماشي مشكل، وهذا الأمر السبب ديالو هو غياب التأطير وقلة القراية اللي كتخلي بحالهم يبداو يضحكوا بالدين والقرآن وأي حاجة مقدسة عندنا.